لما اسم بي ام دبليو بيتقال احنا مش بنتكلم عن مجرد شركة عربيات، احنا بنتكلم عن مدرسة كاملة في البرفورمانس وفي الاحساس وفي متعة القيادة. شركة قدرت تخلي العربية اللي انت بتستخدمها كل يوم تحسسك انك سايق حاجة رياضية بجد، وقدرت تعمل توازن صعب قوي بين الباور والكنترول واللاكجري. لكن وسط كل النجاح ده في فراغ غريب. بي ام دبليو عمرها ما كان عندها سوبر كار حقيقية بالمفهوم اللي احنا نعرفه. يعني ازاي شركة عندها ام ديفيجن وعندها محركات بتنافس اقوى الاسماء في العالم ما تدخلش حرب السوبر كار مع فيراري ولامبورجيني وماكلارين؟ مش لان الشركة مش قادرة ولا لان التكنولوجيا ناقصة عندها، لكن لان بي ام دبليو من البداية اختارت طريق مختلف تماما. وفي الفيديو ده هنفهم ازاي التفكير ده اتكون، وازاي بي ام دبليو بنت هويتها بعيد عن فكرة السوبر كار، وليه القرار ده هو اللي خلاها واحدة من اهم شركات العربيات في العالم كله. من اول يوم اتبنت فيه بي ام دبليو عمرها ما كانت الشركه اللي بتجري ورا ارقام وخلاص. الشعار بتاعها مش صدفه، شير درايفنج بليجر، يعني متعه القياده المطلقه، مش التوب سبيد ومش اعلى رقم حصنه ولا اسرع 0%. بي ام دبليو دايما كانت عايزه العربيه اللي تحسسك انك جزء منها فعلا، تحس بالستيرنج ويل، بالاتزان، بالوزن، بالكنترول، مش عربيه تسيبك تدوس وتخاف بعدها. عشان كده فلسفه بي ام دبليو اتبنت على عربيات رياضيه تعيش معاك كل يوم، تنفع شغل، تنفع سفر، تنفع طريق طويل، وفي نفس الوقت لما تحب تسوق تديك احساس رياضي حقيقي. طب استنى بس يا عم يوسف، والفراغ الغريب اللي انت قلت لنا عليه، السوبر كار هي عكس الفكره دي تماما. عربيه معموله علشان تبقى اسرع واعلى واكتر في كل حاجه، بس مش معموله انها تعيش معاك كل يوم. عالم السوبر كار عالم صغير، السوق بتاعه محدود، العملاء بتوعه قليلين، والمصاريف بتاعته ضخمه جدا. فيراري ولامبورجيني وماكلارين شركات اصلا عايشه على الفكره دي، انما بي ام دبليو بتلعب في دوري تاني خالص. بي ام دبليو عمرها ما كانت بتنافسهم، المنافسين بتوعها الحقيقيين دايما كانوا مرسيدس واودي، يعني شركه بتبيع مئات الالاف من العربيات الرياضيه والفخمه كل سنه. مش منطق انها تخش تعمل لك عربيه بمليون ولا 2 مليون دولار وتغامر بهويه بنتها على مدار عشرات السنين. دخول بي ام دبليو عالم السوبر كار كان هيخليها تبعد عن جمهورها الاساسي، الجمهور اللي عايز دايما هاي بيرفورمانس بس بعقل وباستخدام يومي. صناعه السوبر كار مش مجرد موتور قوي وخلاص، انت محتاج شاسيه كربون، مواد خفيفه، محركات مصنوعه مخصوص للموضوع ده، وخط انتاج ضخم جدا واستثمار عالي، وكل ده علشان عربيات اصلا عددها قليل جدا. بي ام دبليو بصت للموضوع بطريقه تانية وقالت ليه اعمل عربيه واحده خارقه واسيب باقي الاسطول؟ فبدل ما تحط كل الفلوس في سوبر كار واحده استثمرت في تطوير الام ديفيجن او قسم الام، يعني علشان كل عربيه من الام باور تبقى اقرب احساس ممكن للسوبر كار، بس من غير ما تفقد الراحه والاعتماديه والاستخدام اليومي بتاعها. وعلى فكره بي ام دبليو حاولت فعلا ان هي تخش عالم السوبر كار، لكن مره واحده بس. في اواخر السبعينات بي ام دبليو قدمت البي ام دبليو الام 1، عربيه تصميمها مختلف، موتور وسطي 6 سلندر، وحاجه اقرب شويه للسوبر كار من اي بي ام دبليو قبلها او بعدها. لكن المشكله ما كانتش في العربيه، المشكله كانت في الفكره نفسها، مشاكل في الانتاج وتكلفه عاليه وسوق مش مستعد انه يستقبل بي ام دبليو كسوبر كار. الام 1 كانت سابقه عصرها بس اتولدت في وقت ومكان غلط، ومن بعدها بي ام دبليو فهمت الدرس انها ممكن تعمل سوبر كار بس ده مش الطريق اللي هيكسبها. فالام 1 ما كانتش فشل هندسي، دي كانت تجربه، والتجربه خلت بي ام دبليو تقول الاداء مش لازم يبقى سوبر كار علشان يبقى اسطوري. وبعدين تعالى هنا، هو احنا ليه اصلا عايزين بي ام دبليو تعمل سوبر كار؟ يعني استنى كده شويه، انت لو معاك بي ام دبليو الام 5 اف 90 الكومبيتيشن، انت عارف انت معاك ايه بالظبط؟ انت معاك عربيه لاكجري درجه اولى، 4 ابواب، عيله، صالون واسع، تكييف، شاشه، كل حاجه. بس سيبك من كل ده، في نفس الوقت انت بتعمل من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني، بتعدي سوبر كارز على الطريق وكانهم واقفين جنبك. ومش بس كده، دي عربيه لو اتعمل لها تيون خفيف بس هتلمس لك في ال 900 وفي ال1000 وتعدي لك ال1000 حصان كمان. يعني انت بتمشي بعربيه تنفع مشوار بيت وتنفع سفر وتنفع شغل وتنفع تقف على الاشاره وتبص جنبك وبقلب جامد تقول للسوبر كار اللي جنبك ما تيجي نجرب. فالسؤال هنا مش ليه بي ام دبليو ما عملتش سوبر كار، السؤال الحقيقي هو بي ام دبليو محتاجه اصلا تعمل سوبر كار؟ بي ام دبليو عملت الحاجه الاخطر من انها تعمل سوبر كار. بي ام دبليو عملت عربيه تخليك تحس ان معاك سوبر كار بس من غير ما تضحي باي حاجه في حياتك اليوميه. وده جوهر فلسفه بي ام دبليو، اداء يخوف بس بعقل، وقوه مجنونه بس تقدر تعيش معاها. وفي
العالم كله بيجري ورا الارقام، بي ام دبليو اختارت تجري ورا الاحساس. اختارت ان العربيه ما تكونش مجرد صاروخ على 4 عجلات، لكن حاجه تحسها تفهمها وتسيطر عليها. بي ام دبليو ما عملتش سوبر كار، لانها ببساطه عملت حاجه اصعب. عملت عربيه تخليك تعيش كل يوم احساس الهاي بيرفورمانس، بس من غير ما تدفع ثمن الكلام ده في الراحه. شركه قررت ان متعه القياده مش لازم تكون حكر على عربيات قليله ولا احلام بعيده، هي خلتها واقع تقدر تصحى وتركب وتسوق. وده يمكن سر بي ام دبليو الحقيقي، مش انها الاسرع ولا انها الاقوى على الورق، لكن انها دايما الاقرب للسواق. فلو في يوم بي ام دبليو قررت تعمل سوبر كار، مش هتعملها علشان تثبت نفسها، هي هتعملها وهي عارفه كويس انها اصلا كانت بتكسب من غيرها. والسؤال بقى ليك انت، لو بي ام دبليو عملت سوبر كار تحبها تبقى مجنونه خالص، ولا بنفس فلسفه بي ام دبليو، قوه، تحكم، ومتعه قياده؟